اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلى على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين، شرق الارض ومغاربها يا كريم. النهارده جايبه لكم بردك سماد عدوي، والله كنز وحياة ربنا واغلى من الذهب كمان، لان دوت بيطلع النبات طبيعي وبدون كيماويات ولا اي حاجه. انا ما كنتش اعرفه الا واحده فلاحه في البلد هي اللي قالت لي، هي عندهم ارض يعني وبيزرعوا كده. فبقول لها انا بستغرب ليه كل ما اعدي على مزرعه بيكون فيها ابراج حمام. انا اعرف. قالت لي ده احلى سماد للارض هو زبل الحمام او مخلفات الحمام، احسن سماد عضوي للارض. بس تعمليه ازاي؟ هو ده ناشف كده، فانا بقول لها حطه على التربه كده، يعني حطه تحت الزرع كده. قالت لي لا، ده يحرق الزرع، لو اتحط كده يحرق الزرع ويموته. نعمله ازاي؟ قالت لي هاتي شكاره وهيت، علشان انا عامله قبل كده شكاره، واحطه فيها واربطه، واروح جايه نقعاه في الجردل المده اللي انت تقدري تنقعيها، 7 ايام 5 ايام اللي انت تقدري تنقعيها فيها، لحد ما بيبقى بالمنظر دوت. وكل يوم تقلبيه وتسقي به الزرع. ده احسن سماد للزرع، احسن سماد عضوي للزرع زبل الحمام. وزي ما قلت لكم والله كنز كنز كنز. وفعلا انا هوريكم البصل اللي انا زرعاه قدام عامل ازاي. انا زي بزرع اللي ورا بعمله بالسماد العضوي اللي هو مخلفات المطبخ، ودوت من زبل الحمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي وقولوا بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه ويطعمنا ويطعم غيرنا منه باذن الله يا رب العالمين. شوفوا اهو البصل اللي انا بسقيه من سماد او المحلول بتاع منقوع مخلفات الحمام. شوفوا ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. يا رب تستفيدوا من الفيديو ولو معلومه بسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.